الهجوم من النرجسيين يمكن أن يكون ناتجا عن عدة عوامل ودوافع منها. أولا، الحفاظ على صورة مثالية. يحاول النرجسيون بشكل مستمر المحافظة على صورة مثالية لذاتهم، وعندما يشعرون بتهديد لهذه الصورة قد يتجهون إلى الهجوم كوسيلة للدفاع عن أنفسهم. ثانيا، عدم قبول الانتقادات. يعاني النرجسيون من صعوبة في قبول الانتقادات والرد عليها بشكل بناء، وبدلا من ذلك قد يتجهون إلى الهجوم لتحويل الانتباه بعيدا عن نقاط الضعف في شخصيتهم. ثالثا، التفاعل العاطفي. يمكن أن يكون الهجوم من النرجسيين ناتجا عن انفعالاتهم العاطفية الشديدة، حيث يفقدون السيطرة ويتصرفون بشكل عدواني في مواقف محددة. رابعا، السيطرة والتلاعب. يستخدم النرجسيون الهجوم أحيانا كوسيلة للسيطرة والتلاعب بالآخرين، حيث يحاولون فرض إرادتهم وتحقيق أهدافهم الشخصية بأي وسيلة. خامسا، عدم التفاعل البناء. يمكن أن يتجاهل النرجسيون الردود البناءة أو يعتبرونها تهديدا لسلطتهم وصورتهم، مما يدفعهم إلى الرد بشكل عدواني. يجب ملاحظة أن الهجوم من النرجسيين قد يكون سلوكا دفاعيا أو عدوانيا، ويمكن أن يختلف من شخص لآخر بناء على عدة عوامل، مثل السياق الذي يحدث فيه الهجوم والعلاقة بين النرجسي والشخص الآخر.